اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب البيزنس. لو قلت لك ان في مشروع الناس واقفه فيه طابور كل يوم والمبيعات بتوصل ل 25,000 جنيه يوميا تحط فلوسك فيه، اغلب الناس هتقول طبعا. طيب لو قلت لك ان نفس المشروع ده كان ممكن يضيع 2 مليون جنيه في اقل من 6 شهور، والمشكله ان المشروع كان شكله ناجح جدا. النهارده هحكي لكم قصه دكتور مصطفى، مستثمر كان داخل يحط 2 مليون جنيه، لكن الارقام كانت بتقول ان القرار ده غلط. وساعتها قلت له جملة غيرت القرار كله: انت مش بتشتري مشروع، انت بتشتري عقد ايجار. القصة بدأت لما كلمني مستثمر، راجل شغال في البيزنس بقاله سنين بس مش متخصص في الكافيهات. قال لي في فرصة حلوة جدا قدامي، كافيه معروف في منطقة حيوية جدا، المكان دايما زحمة والسوشيال ميديا شغالة والريفيوز كويس، وصاحب المشروع عارض عليه 40% من المشروع مقابل 2 مليون جنيه. ودكتور مصطفى كان متحمس جدا وقال لي جملة سمعتها كتير جدا قبل كده: ده المكان ده بيبيع أقل يوم 25,000 جنيه. ولما تسمع الرقم ده عقلك تلقائيا بيقول ده مشروع ناجح. لكن هنا بالظبط بدأنا نسأل الأسئلة اللي أغلب المستثمرين ما بيسألوهاش. قلت له خلينا نفك الأرقام. 25,000 دخل يومي، يعني 25,000 في 30 عدد أيام الشهر ب750,000 جنيه دخل شهري. رقم شكله كبير صح، لكن في الاستثمار المبيعات مش هي المهم. المهم صافي الربح هيكون كام. سألته طب صافي الربح كام؟ قال حوالي 120,000 جنيه شهريا. تعالوا بقى نحسب الدكتور مصطفى هيطلع له كام بال40% النسبة اللي هيدخل فيها في المشروع ده. الربح الشهري 120,000 والمستثمر داخل بنسبة 40%، يبقى الدكتور مصطفى هيطلع له بدل 120,000 هنضربها في 40%، هيطلع له 48,000 جنيه شهريا. وده رقم شكله كويس جدا. العائد السنوي تعالوا نحسبه برضو، يبقى 48,000 في 12 شهر ب576,000. يعني المستثمر هيحط 2 مليون جنيه وهياخد سنويا 596,000 عائد، وده عائد كويس جدا. لكن استنى هنا بالظبط اللي جه السؤال اللي غير كل حاجة. سألته سؤال بسيط جدا: طب الإيجار كام؟ قال لي 180,000 شهريا. يبقى أنا عندي هنا الإيجار ب180,000 شهريا، رقم كبير. بس مش ده المشكلة في السؤال اللي بعده: العقد فاضل فيه قد ايه؟ قال لي سنتين. سكت شوية وسألته طب بعد السنتين هيحصل ايه؟ سكت. وده كان الرد الحقيقي، الحقيقة اللي أغلب المستثمرين مش بيشوفوها. الكافيه ده أرباحه مش جاية من قوة البراند ولا من سيستم قوي، إنما الأرباح جاية من 3 حاجات: موقع استثنائي وعقد إيجار قديم وترند في المنطقة. المشكلة ال3 دول مش مملوكين لصاحب المشروع. يعني دكتور مصطفى داخل يحط فلوسه في مشروع الأصل الحقيقي فيه مش ملكه. خلونا نفترض حاجة بسيطة جدا: لو المالك قرر بعد سنتين يزود الإيجار بنسبة 20%، إيه اللي هيحصل؟ 180,000 لو الإيجار زاد بنسبة 20% بس هيكون 216,000. يعني أنا عندي هنا الإيجار رفع بقيمة 36,000 بس. ال36,000 دول من ال120,000 اللي هو صافي الربح، تعالوا نطرحهم نشوف هيكون كام. 84,000. يعني شايفين الإيجار بس لما زاد بنسبة 20% الربح عندي نزل من 120 ل 84,000. طيب لو الإيجار زاد أكتر شوية الربح ده هيختفي. طيب لو زاد أكتر كمان المشروع نفسه هيختفي. يعني المستثمر كان داخل على أرباح مؤقتة وعقد غير مضمون وأصل مش ملكه. ووقتها قلت له الجملة دي: انت مش بتشتري مشروع، انت بتشتري عقد ايجار، ولو العقد اتغير تقييم المشروع كله يقع. خلينا نحسبها بطريقة المستثمرين المحترفين. لو انا عندي المشروع ده هيدخل لي صافي ربح شهريا 120,000، ال 120 في 12 بمليون 440,000. ده الدخل السنوي بتاع المشروع. يعني التقييم الكامل للمشروع حوالي من 3.5 ل 4 مليون. يعني ال 40%
المعروضة دي المفروض تبقى من 1,400,000 ل1,600,000 تقريبا، مش 2 مليون. يعني المستثمر كان داخل بسعر أعلى ومخاطرة أعلى وأصل غير مضمون. وهنا قلنا له 3 اختيارات واضحة: يا إما تتفاوض على سعر أقل، يا تمد عقد الإيجار لسنين أطول، يا بلاش تدخل. دكتور مصطفى فعلا فكر واختار إنه ما يدخلش، وبعد حوالي 8 شهور رجع كلمني وقال لي خبر واحد: المالك فعلا رفع الإيجار 70,000 جنيه. لو كان دخل كان العائد كله اتضرب. الزحمة مش دليل أمان، والمبيعات العالية مش دليل استثمار صح. في الاستثمار المهم مش اللي شايفه النهاردة، المهم ايه اللي ممكن يتغير بكرة. المستثمر الشاطر مش بيدور على مشروع يكسب دلوقتي، بيدور على مشروع يفضل يكسب. الفرق بين اللي بيحط فلوس واللي بيستثمر بوعي حاجة واحدة بس: هل فهم المخاطرة ولا لا؟ لو كنت مكان دكتور مصطفى كنت هتدخل في المشروع ولا كنت هترفض؟ قول لي رأيك في الكومنتات. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.